رمضان كريم عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني كتير 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 قوي يا رب. يا رب كده رمضان دوت يبقى كل اللي كان نفسه في حاجة ربنا يحققها له، وكل اللي محتاج حاجة ربنا يديها له يا رب، ويشفي كل مريض يا رب، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين. قبل ما نبدأ الفيديو بقى نسمي الله ونصلي على الرسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا أنا بوريكم أجواء رمضان بقى عندي في الشارع لأن أنا اتأخرت عليكم. وقبل أي حاجة لو انت لسه جديدة معايا انزلي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني أنا بعمله وهعمله إن شاء الله. طبعا أنا بشكر حبايبي كل اللي انضم ليا جديد. يا رب كده يا رب كده كل كومنت حلو هيتكتب لي يبقى في ميزان حسناتكم، اللهم امين. طبعا انا ان شاء الله باذن الله هحاول كده في رمضان هخطف كام فيديو كده وهنزله، لان انا عايزه اقول لكم ان انا ما بفطرش في شقتي علشان خاطر انا وجوزي وبناتي، فبحب رمضان يبقى اجواء اللمه. طبعا انتوا عارفين ان رمضان بيحب اللمه، فلازم بقى نغير وكده. فبنزل افطر تحت عند حماتي، بنفطر كلنا. وبس انا النهارده قلت ايه اصور لكم بقى عند ماما وكده اجواء بقى السحور بتاعنا والفطار. عايزه اقول لكم الفيديو اللي هينزل بعد ده فيديو جامد جدا 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 جدا. طبعا شاويين في فراخ وبقى وبصوا اجواء حلوه قوي. يا رب كده يدخلوا علينا بالفرح دايما كده وبالسعاده، وكل اللي نفسه في حاجه يحققها له. ويا رب كده يشفي كل مريض وما يدخلش علينا حاجه وحشه ابدا يا رب، ولا احنا ولا ولا انا ولا اي حد يا رب. بس قبل اي حاجه بقى، لو انت لسه جديده معايا انزلي اعملي سبسكرايب في القناه عشان خاطر القناه تكبر بيكو، علشان خاطر ان شاء الله باذن الله بنفسي والله العظيم على العيد اكون مقفله الالف حتى مشترك. يا رب كده يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. بس هنا طبعا زي ما انتوا كنتوا شايفين السحور بتاعنا سحور عادي خالص. حمرنا بطاطس ولانشون وجبنه رومي والفول طبعا اساسي، الفول طبعا في كل بيت مصري. وبصوا احنا كنا بقى مشتريينه من على عربيه الفول، اخويا كان مشتريه من على عربيه الفول. احنا بنحب قوي الفول بتاع العربيه مع اننا احنا عاملينه في البيت، بس ساعات كده بنبقى نفسنا بقى بتبقى رايحاله، فقلنا نشتريه بما ان احنا كلنا متجمعين. يا رب يخلينا يعني يخلينا ماما كده يا رب، وتفضل مجمعنا ويفضل البيت مفتوح بحسها، ويرحم ابويا يا رب. ويا رب كده يخلي لكم امهاتكم يا رب، وما تتحرموش من اي غالي عليكم، وابهاتكم برضو ما تتحرموش من اي غالي ليكم يا رب. بس هنا بدأت اعمل بقى الفول. كنت انا بقى واختي كانت بتصورني صابرين. بصوا اصلا احنا طول ما احنا بنعمل السحور ده بنتخانق انا وهي بسبب ايه ده انتي حطيتي ملح كتير. هتشوفوا برضه الحته اللي جايه دي هتضحككم قوي. هنا بقى عشان احنا كنا جايبين الفول بعد الفطار، كنت تحسي ان هو مسك كده شويه، عليه زيت حار عليه طحينه. طبعا انتوا عارفين الفول بقى اللي هو بيجي من بره بقى كده متحبس بقى يفتح النفس. مش لازما على فكرة، انا مش شرط ان احنا نعمل على السحور ده كله. عن عادي على فكرة ساعات بتسحر مثلا بيض وجبنة، حاجات بسيطة والله العظيم بتفرق معانا. بس علشان خاطر احنا طبعا كنت انا وماما ومرات اخويا اختي برضو واختي كنا احنا بنتسحر. هنا بقى كانت البطاطس خلاص حمرت. احنا كنا عاملين حاجات بسيطة لان احنا اصلا ما يعني كنا قالين بطاطس يعني مش كتير، لان هو اصلا للاطفال بس، لكن احنا ما بناكلش بطاطس غير. بس بقى كده هنزل بقى الفول في الطبق، كان خلص معايا زي ما انتوا شايفين. على فكرة انا بحب الفول يبقى جوسي كده، مش ماسك او تخين كده. وبعد كده لو انت عايزة تحطي زيت بقى، زيت زيتون، زيت اي زيت بقى، زيت حار، زيت عادي، هتحطي بقى عليه من فوق كده. الفول معايا خلص والبطاطس خلاص اتحمرت. طبعا انا ما بقولكوش يعني ده بيتعمل ازاي، انا بشارككم بس معايا السحور بتاعي لان انتوا وحشتوني كتير قوي والله العظيم بجد. وحشني ان انا اسجل فيديوهات كده واتكلم والاقي تعليقات وكومنتات جايالي، وانا والله العظيم بحبكم.
بس هنا بقى يا بنات كنت بطلع خلاص البطاطس كانت عملت. عايزه اقول لكم بقى ان فيديو بكره حلو قوي 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 قوي. طبعا هنعمل فيه زلابيا، هنعمل، انا عارفه ان انتوا كلكم بتعرفوا تعملوا الاكل ده كله، بس انا بشارككم بس كده الافكار بتاعه الاكل، لان احنا 30 يوم في رمضان بنبقى محتاجين افكار اكل. وطبعا كان في فيديو انا كنت عاملاه اللي هو 30 اكله في 30 يوم، في برضه افكار اكل حلوه قوي. لو انت مثلا حاسه نفسك ان انت مش عارفه هتعملي اكل ايه بكره، احنا عندنا بنفطر وبنفكر في اكل بكره هنعمل اكل ايه، يعني قبل ما بنتسحر بنفكر هنعمل اكل ايه. بس انا هنا كنت بوريكم السمنه البلدي بقى بتاعت ماما. عايزه اقول لكم ان هي مرمله وتحفه تحفه تحفه تحفه، وريحتها اصلا يعني انا قبل ما احط البيض ريحتها كانت بصوا حلوه قوي. هنا طبعا هنعمل بقى بيض بسمنه. احنا بنسلقه يعني بنسلقه، فقلنا نغير بقى كده وايه نعمله بسمنه. لو انتي لسه ما اشتركتيش في القناه تقدري ان انتي تشرفيني وتنوريني وتكتريني بالسبسكرايب بتاعك بالكلمه الحمراء اللي تحت الفيديو، هتدوسي عليها هتلاقيها طبعا بقى لونها كده ابيض او لونها رصاصي كده، انتي اشتركتي معايا في القناه. يا ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك ويجعله في ميزان حسناتكم، والله زي ما انتم ما بتفرحوني يعني والله العظيم. انا كل ما بيدخلي مشترك كل ما بلاقي كومنت ببقى فرحانه قوي. بس هنا قمت بقى نزلت البيض زي ما انتوا شايفين، وبفضل اقعد يعني بتفضلي تقلبي فيه كده علشان خاطر ما يلزقش. تفضلي بقى كده تقلبي 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 علشان خاطر ايه يبقى كله مستوي معاكي ما يبقاش من تحت استوى ويبقى من فوق لسه ني، وهتفضلي تقلبي فيه كده. انا عارفه ان انتوا كلكم ستات بيوت شاطرين، بس انا بقول لكم طريقتي، لان انا على فكره انا ما كنتش اعرف ان البيض بتفضلي طول ما انت واقفه تقلبي فيه. على فكره ما كنتش اعرف كده والله، انا ما عرفتش بس غير من قريب ان انا لازم انا اقعد اقلب فيه. يعني انا ممكن اديله تقلبتين وخلاص كده واديله تقلبتين تاني وكده خلاص. كده خلاص بقى الفول كان خلص معايا، هنزله بقى في الطبق. هنا بقى اختي بتقولي بما ان بقى البيض غالي انا مش عايزاكي تسيبي حاجه، يعني انا كده كنت خلاص حطيت وزي ما انتوا شايفين اصلا الطاسه ما فيهاش حاجه. قالت لي لا لسه فيها، رجعي كده الطاسه اهو اهو اكحتيها علشان خاطر بقى الغلا وكده. فده بقى خلاص كان السحور بقى. احنا بقى عندنا اخويا عنده ميكرويف بس ما بنحبش نعمل عليه، هنا بقى برش فلفل اسود كده على الوش. اخويا عنده ميكرويف بس احنا بنحب العيش نعمله كده، وانا عندي برضو جوزي بيحب العيش كده ما بيحبوش في الميكرويف، مش عارفه ليه، مع ان انا بحبه في الميكرويف بيطلعه كانه طالع لسه يعني من الفرن بقى المخبز اللي احنا بنشتريه، بس هما لا بيحبوه كده. طبعا يا رب كده يا رب يعيد علينا الايام بخير يا رب كده، وكل اللي نفسه في حاجه هفضل ادعي لكم. طبعا شهر رمضان ده يعني اكتر شهر تقعدي تدعي فيه ان ربنا يحقق لك اللي انت نفسك فيه، مش شرط هيحققه لك دلوقتي ولا السنه الجايه ان شاء الله ربنا. يعني بصي واذا سالك عبادي عني فاني قريب مجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ف يعني على قد ما تقدروا افضلوا ادعوا كتير علشان خاطر لو انتوا يعني نفسكوا في حاجة ان شاء الله بإذن الله ربنا هيحققها لكم. انا بسجل لكم الفيديو ده على الساعة 5 والله العظيم قبل الفطار، لان انا بصور الفيديو التاني وهينزل لكم بإذن الله. اتمنى بقى كل اللي يشوف الفيديو ده ينزل يشترك في القناة علشان خاطر قناتي تكبر بيكم، وعشان خاطر على العيد ان شاء الله كده تفرحوني ويبقى كملت ال1000 مشترك، علشان خاطر اكمل حتى جزء من اكمل جزء بس كده من الشروط اللي لازما في اليوتيوب. انا لسه ما قفلتش ال4000 والله العظيم ساعه ولا ال1000 مشترك، انا بقالي سنه اهو، بس انا عارفه ان انا لازما اشتغل على قد ما اقدر في القناه. بس ربنا كبير وان شاء الله ربنا هيكرمني ان شاء الله، وانا عندي يقين بالله. اشوفكم على خير.